لك حاجه، وريني المايك ده. احب اقول لكم ان احنا معانا الدكتور ايمن الشيوي. الدكتور ايمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحيه سابقا، وحاليا مدير المسرح القومي اللي بيعرض عليه الان عرض من احلى العروض اللي انا شفتها واشتغلتها في حياتي، الملك لير، دكتور يحيى الفخراني. ومعانا كمان المخرج الجميل عشرة العمر الرائع بنفس الاداء برضه، اشرف باين. هو مش تغير بقى تلون. لا ما تلون. طب ما حلو ده، اشرف باين حلو ده. لا لازم بدي حلوه. ايه حلوه قوي. صباح الفل. واخيرا وليس اخرا معانا مين شادي سرور. ايه ممكن اقول نفس الاداء؟ تاخدش مني المايك خالص، المايك ده سلاحي لو سمحت. معانا الاستاذ شادي سرور، المخرج الملك لير ومدير مسرح الهناجر حاليا، ومن الشخصيات الجميله وعشره العمر وفنان رائع، وهو مخرج عرض الملك لير الذي يعرض عند الدكتور ايمن في المسرح القومي. وطبعا بنرحب بالفنان الكبير اللي كلنا، او انا بالنسبه لي الجيل بتاعي اتربى على اعماله ومسلسلاته. احمد مظهر بعد الجمله دي على طول. اتربى ازاي؟ ما تربيناش. اكيد ما ترباش اصلا. كلنا ناقصين تربيه. ايه يا دكتور؟ اللي احنا اتربينا على اعماله. يا استاذ يا فندم، الاستاذ يا احمد فندم، سلامه لكل عنده مقام 35 مقال. سنه وعمري ما اكذب في سني ابدا. بس كده. 35 في سنه ونص. شهاده في 4. وعايز اقول لكم حاجه تانية بقى. احنا دلوقتي في طريقنا لمدينه المنصوره، ودي بلدي. انا من السنبلاوين اصلا. الله يخليك. ميرسي يا استاذ شادي، ربنا يخليك. ايوه دي بلد انا كمان، انا ابويا من السنبلاوين من برنتوش انا ابويا من السنبلاوين، ووالدتي من اخطاب اجا. اتربيت في اجا. اتربيت في اخطاب. الحظ برضو انا من القاهره، يعني يعني في نفس كلنا من القاهره كلنا. ايه حسن الحظ اللي في الحكايه دي؟ لو ما نعرفش ان حضرتك من المنصوره، هو احنا لو بصينا لك عارف ان انت من المنصوره. دي معاكسه. يعني هي العيون دي المنصوره. سيبي المايك مش هنسى. بعتذر. دكتور ايمن الشيوي. انا هبقى اديك المايك، ما تاخديهوش من ايدي.